السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا هانيين. اليوم جبت لكم فيديو جديد. هذا الفيديو غادي نوريكم الطريقه ديال الكعك الخمر اللي كيجي من السم هذاك العشوب ديالو، الزرارع يعني ديال الحبوب اللي كيكون سبيسيال ديال الكعك الخمر. الطريقه البنات طريقه جد سهله ولكن المذاق جد رائع. فاول حاجه البنات غادي نديروها، غادي ناخذوا هاد الزرارع مع الجنجلان ونطحنهم واحد شويه. البنات قبل ما ديروا هاد الحبوب هذه يعني الزرارع، فحاولوا انكم تنقيهم مزيان، لان بعض المرات كيكون فيهم هكا اعمده، كيكون فيهم هكا اتربه، كيكون فيهم هكا حجر، فحاولوا انكم تنقيهم باش تكون حاجه نقيه يعني في الكعك ديالنا. غادي نحلهم واحد شويه كي راكم تشوفوا، يعني الجنجلان وحبه حلاوه والنافع، وكما قلت لكم حتى الا كان بسباس زيدوه حتى هو. ندير له واحد جوج طحنات ونرجع نوريكم. على هذا الشكل البنات كي راكم تشوفوا، ها هو الخليط ديالي جا هكا، ما جاش مطحون بزاف ولكن كيبقاو يعني هكا فوتات شويه غليظ باش كيعطي واحد البنه زوينه في الكعك. غادي نخليوه على جهه ونبداو الخليط ديالنا. غادي ناخذ واحد الكسعه، غادي نديرو فيها 3 بيضات على هذا الشكل هكا، وغادي ندير فيها السكر وغادي نخلطهم مزيان. غادي نزيد لهم الزيت وغادي نزيد القريصه ديال الملح ونزيد الاعشاب ديالي كي راكم تشوفوا هادو اللي درتهم، نزيدهم معاهم ونخلط. واحد الرائحه البنات راه تطلع معايا ديال هاد الزرارع خطيره. غادي نجيب البنات واحد الكاس ندير فيه هاد الخميره، هذه حبيبات على هاد الشكل. غادي ندير معها واحد المعلقه كبيره ديال الماء باش تذوب معايا واحد شويه، ونديرها هنايا على هاد الشكل كي راكم تشوفوا. نحركها واحد شويه هكا وغادي نحطها، غادي نحركها مزيان على هاد الشكل البنات. دروك غادي نزيد الدقيق بشويه حتى نحصل على واحد العجين ما كيكون قاصح ما كيكون رطب، غادي يكون هكا متوسط. بالنسبه للدقيق ما تنساوش انكم تغربلوه، انكم عارفين بعض المرات اللي كتكون شي هكا عبيبيزات ولا كيكون هكا شي صوالح. المهم ندير الدقيق شويه بشويه. من ندير واحد جوج كمشات ديال الدقيق في الوسط غادي نزيد خميره ديال الحلويات. ندير واحد شويه ونخلطو مزيان. وهكا في الوسط غادي ندير الخميره ديال الحلويات. غادي ندير البنات كما قلت لكم 7 غرامات، انا غادي ندير النص على هذا الشكل صافي باش ما يقصحش معايا بزاف. كيجي البنات على هذا الشكل كي راكم تشوفوا، ما قاصح ما يعني ما انكم من تقبضوا هكا تلويوها سهله التلويه كي راكم تشوفوا، ما تكون صعيبه معكم. ونبداو نخدموا الشكل الاول كما تشوفوا، فسهل كتنقيو هاد الجهه اللي غتخدموا عليها وغادي نكوروها. بالنسبه للحجم فكيبقى على حسابكم، نتوما خذوا الحجم اللي راكم باغيين على هذا الشكل هكا، تجربوا الحجم اللي راكم باغيين. فانا غادي ناخذ هكا الحجم مثلا على هكا، ما كبير ما صغير، وغادي تبداو تشرطوا فكيبقى البنات يعني التشراط ولا الديكور، سواء كاين هذاك اللي كيجي هكا كتكون على هذا الشكل البنات. الكعكه ديالتي كما قلت لكم سواء هكا كبيره ولا ديروها صغيره، كنحطها في الصينيه ديالتي وكنعاود ندير الزوجه.
هو البنات كيجي لهذا الشكل وكنحطوها في الصينيه ديالتي. وهذا هو البنات، هاكا درك كملت هذا الكعك ديالي بحال هكا. غادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي، من بعد بواحد السربيته هكا باش ما يبش معايا. نخليه هكا يرتاح في واحد يعني غرفه دافئه، يعني ما غرفه هكا نورمال، حراره نورمال، ما كتكون بارده ما كتكون حاميه بزاف. نخليه يرتاح ما بين 4 سوايع حتى ل 5 سوايع، ومن بعد نتلاقاو باش غادي ندهنوه ونوجدوه للفران باش انه يطيب. فخليكم معنا. هنا البنات من بعد ما كانت 4 سوايع ديال الخمير، المهم تخليوها بين 4 5. هاد النهار هنا حامي، على هذا الشيء خليته 4 سوايع، 4 سوايع ونص. ممكن راكم تشوفوا. ودروك غادي نجيب هنايا واحد صفار بيضاء وندير فيها شويه ديال الحليب، واحد شويه على هذا الشكل هكا، وغادي نحركهم هكا. هذيك صفار البيض مع هذيك واحد نص معلقه كبيره ديال الحليب، ملي شويه هكا على هذا الشكل. نحركهم مزيان هكا. هذا هو الخليط ديالنا. ودرك غادي ندهنها وندخلها للفران البنات. طبقه هكا ديال كراكوت شوفوا ديال صفار البيض هكا. ندخل الفران درتو على حراره ما بين 180 200، نديرو لتحت ونخليه انا شعلته الفوق ولتحت ونخليه يطيب حتى يطلع معايا. وهذا هو الشكل النهائي البنات ديال الكعك الخامر ديالنا. كي راكم تشوفوا اللون جا ذهبي محمر زويون البنات، سواء من الفوق ولا من التحت. كي راكم تشوفوا عطى لون زويون. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه البنات. ما تنساوش البنات انه من تكملوا لو الطياب ديالو خليوه هكا بالراحه حتى يبرد تماما، عاد جمعوه في واحد لابواط هكا باش ما يتنداش معكم، وخليوه حتى يبات هكا باش غدليه تلقاوه رطب زويون. نتمنى البنات ان تكون عجبتكم الوصفه، ونقول لكم نخليكم في امان الله، ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله مع حلوه جديده. الى اللقاء.